سمول اكس ما عندوش مشكل مع الشوبي، ولكن عبد الصمد عنده مشكل مع شويه. الجروب انا اللي جابه بالعربيه الا درتي انا ما تدخلش ليه في صحتي. قلت لكم ما تفيقونيش، قلت لكم غندوزو في كلشي وما كتيقونيش، فرق هذا 100 ميجا طون تا غير الشاطه د الميش. ولك حتى شكون هو سمول هو واحد السيد اللي فاش كنريح انا مع بنادم ولا شي ما يسكيل سمول كيدير تسكوش كيبغي شي بان سي ديما. علاش شايفين اختفوا فجأة؟ هذا سؤال كيحير الناس جميعا، وبالناس جميعا كنقصد انا. من البداية وفي أول نهار تلقاو فيه العلاقة ديال الشوبي والسمول إكس كانت مبنية على خط مباشر وقوي تماما، وحتى كاع قبل ما يخرجوا أول ميكس تايب بيناتهم في 2012، وهادشي كامل تحت شعار والدراري سكواد وغيبقاو جوج. ولكن حتى شي واحد ما متيق الفراق اللي طرا بيناتهم الروج ولا الدراري يا ما شايفين ما يمكنش لك غيبقاو جوج بعدا دوزنا بها الطفولة. الأمل اللي ولا كيتبنى حاليا في العون. يعني علاش نكونوا شايفين الدراري نديرو لايك. شايفين واحد الاسم اللي ولا علامة في الراب المغربي. اسم ماشي ديال جوج رابرز بداو بالصدفة، ولكن ديال حركة كاملة بدات بشكل رسمي في 1000. صافي الفيديو هذا بقى فكرنا في ديك الايامات ديال اللي هي راك هذا راه ما يمكنش. الصون محرم حاري فهاد الحيط اللي رد على راسو يكون بوز بالش نقعصو بخايط. يا ريس 2011 في واحد الوقت الراب المغربي مازال كيتشكل وما كانش باينه فيه واحد الهويه واضحه. تلاقاو الشوبي والسمول اكس، جوج شباب عندهم نفس النظره ونفس الطموح. حب الموسيقى غادي يكون السبب الرئيسي باش يتجمعوا في كارير وحده. بداو كيخدموا في هوم ستوديو صغير بوسائل بسيطه ولكن بعقليه بعيده وكبيره. حرفيا كانوا كيديروا كلشي راسهم، الكتابات الرجل هاد الاغاني اللي كيكونوا كيولوا اب تو ديت مع الراب ديال برا، ولا كيديروا شي حاجه جديده ديالهم كيكونوا ديال الشيفي. تسجيل الميكساج وحتى التوزيع ديال الدي اس. اول تراكات ديالهم ما كانش معروفه بزاف، ولكن بينات على ستيل جديد ومختلف، صوت واقعي وكلمات جايه من المعاناه اليوميه ديال الشباب المغربي. ما كانوش كيهضروا غير على المشاكل، ولكن كينقلوا احساس جيل كامل اللي كان باغي يعبر تدريجيا. ومع الوقت بدات القاعده الجماهيريه ديال المعجبين كتكبر، كل تراك جديد كان كيدخلهم لقلوب الناس بسرعه. شنو ضرب يبقى جوج ضرب 13 مليون راس. لا كوتش كلاسيك في المروك الراب صح. والله الا كوتش كلاسيك حيت عارفيني 15 دري وتاسف واحد هذا الصوصيات ما يمكنش. ما يمكنش هذا حرام النبي ماشي حرام. زعما انه المشكل انه يكون ضارب 26 مليون يستاهل كثر التراك هذا. شوف فيديو كليب لايف فيديو كليب بدا فور اتس ايرا انا ما يمكن بيتش فرقع ستريس اول نيت لا باغي فيت نصيفط لك التكست اوفي برو كبيره. علاش ما كانوش كيمثلوا شي حاجه؟ بيك شايفين جليزر الدراري. انا كنشكر في شايفين، ولكن سمول اكس وشوبي انديفيديوال نو سمول اكس بعدا سمول اكس فينيكس بعدا راه ضرباتني فينيكس ناضيه ديك الايبي فينيكس اجي شوف البان اوكي ولكن رفعت بعض الستراكات. ايه ماشي مشكل ناضيه شوبي نتصون ماتش برو نتصون ماتش قاش الامور جاو كانوا طبيعيين وكيهضروا بلسان الشارع. من بعد سنين ديال التجارب بدات ملامح المسار ديالهم كتبان وكتراس، ولا واضح وباين انهم غادي يصنعوا مدرسه جديده في الراب المغربي، مدرسه كتجمع ما بين العمق والابداع والتاثير. شايفين ما كانوش مجرد تونات، بل كانوا فكره روح كتمثل الصوت ديال الشباب المغربي اللي باغي يبدع ويفرض الوجود من وسط موجه ديال الموسيقى اللي كتبدل كل نهار. كنقول لك كنت كنحس راسي كنشوف في طريق اخرى. ما كنتش ملي بديت كنكبر وكنرياليزيها بغيت نشتغل على داك الشيء ديالي في شي حاجه اللي تنفعني. مي الموسيقى سيتي لو تروك اللي كان كيسوا اللي كنت كنحلم به فاش كنكون ناعس، ولا ملي كنكون غادي فشي طريق بوحدي كنبدا كنشير راسي شي كنغني ولا
اي ستيل اي حاجه كانت كتعجبني على ليبوك كنت خيراتي كنديرها. سمول كان واحد الكوزان ديالو كان كيرابي في اسفي، كان شافني في واحد ليفينمون ما كانش فيه سمول، انا كنت قلت السمول كنا جوج دراري قصيرين هما الصغار تما كيرابيو في ديك الجينيراسيون، وخرجوا هو كبير عنده كدا 20 عام. دخلت واحد ليفينمون وهو يعيط ليا قال لي جي ويجيب سمول ويقول لي الشي انت وياه راه بحال ويقول لنا بالعربيه قلنا تلاحم قال لها برا قاعد لاصق اللعيبه راه كتبحال درس الفلو اللي بالرغم من الامكانيات الضعيفه قدروا يخرجوا كليب كنظن بلي الاغلبيه سمع ليه وباقي حافظوا ليومنا هذا. ودنا سوبرمان في الهيب هوب شيت كريبتونيت حياتي كلها مايك تكتونيك تفرقع ستريسونيت لبالي فيت نلتفت هتاك ستوبي راك بحال واش كاين ميدان تليفوني راكي صوني الو واش كاين شي بلان ولا غنساني لا ما تعطلنيش وقتي غالي خاصني نوض نجيبك بالمنار سمعت ديما كتروح عليه ماما بنادم لا سراني لما تجيش عندي قولي يا خويا ولا صاحبي شيبي ولا بسطامي وحتى ديسك اللي باقي كتريكوموندا حاليا حيت عارفين كي لا بغاو مني كلشي بحال ما عندني الوقت كيفاش نقدر ندير كلشي بوالو كاينين شي كلاب خايفين كينبحو باغيين نمشي. هاد التراكات والعديد وباتفاق الجميع ما كانوش غير دياسك عادي، ولكن رسائل كيفايبيو معاهم الشباب وكتخليهم يحسوا انهم موصوفين بالكلمات، وحتى الناس كانوا كيتفاعلوا معاهم من السمعه الاولى باش يوصلوا الارقام اللي كانت تعتبر صعيبه بزاف ديك الوقت. الميكستيب الاول اللي كان سميتو لينيرجي واللي خرج في عام 2012 كان اول خطوه منظمه من بعد بزاف ديال الاتجاهات، حيت هاد الميكستيب كان كيعطيهم واحد الصوره واضحه على الهويه ديالهم الفنيه والطريقه باش بروموطاو خلات السميه ديال الجروب تعرف بطريقه سريعه. I call Malcolm Dunn big. We got the Danny Shafin. Move Sam McLaughlin. We stay in blah blah. السلام عليكم حاتم وكناس في البلاش كاين نقول لكم كاين واحد الميكس تيب غادي تخرج دون با تري لونطون ميكس تيب سميتها لينيرجي والجروب اللي غيخرج هاد الميكس تيب سميتو شايفين سي سيمو باش داير كازابلانكا مدينه وسبات الكارتي خبوا فراسكم. هاد الفيديو ماشي باش ندير برومو لالبوم ديالي، هاد الفيديو بور سوتونير الجروب شايفين ولاد اسفي غيخرجوا واحد الميكس تيب سميتها انرجي سمعوها داكشي نقيو ديال بصح الدراري جايين على القرص عارفين اش كيديروا عارفين اش كيقولوا واجسين كيعجبوني وهاد الفيديو باش نعاون فلاش باك وحتى ماشي مشكل كانوا كيبينوا باللي شايفين ماشي غير رابرز كيتقلدوا ولكن الناس باغيين يبدعوا. شنو هي الكولتشر ديال الدراري؟ شنو غير مثقف الفرد صوت مغربي صادق في الراب، حتى الاسم ديال لينيرجي اللي كان معبر وكيرمز لهاد القوه اللي باغيين يوصلوها للمستمع. حيت في ديك الوقيته كانت الساحه المغربيه مازال ما متعوده على الميكس بين الهيب هوب العصري والدارجه المغربيه بهذا الشكل، وهادشي اللي خلى الناس يتفاجئوا بالطابع المختلف ديال الصوت الموسيقى والكلمات. ردة الفعل ديال البوبليك كانت قويه ديال بصح، خصوصا في ساوند كلاود اللي كانت المنصه الاساسيه في ديك البيريود، حيت الكومونتيرات كلها حب واعجاب كلها اشارات ان الناس حسوا فعلا باللي شي جديد. زوين دابا ساوند كلاود ساوند كلاود باقا زوين دابا وكتكتشف فيها لي زارتيست اللي ما كنتش طاح لهم في يوتيوب يتمنوا. وهاد الميكس تيب رغم انه ما كانش مدعوم تجاريا ولا اعلاميا قدر ينتصر في وسط الرابرز والببليك وكل واحد كيهضر على التراكات المفضله ديالو، وحتى دي فيتورينغ اللي داروها مع اسماء بحال نيسي وسعد عطى المشروع نكهه خاصه وبين ان شايفين كانوا باغيين يخدموا الراب المغربي ككل وماشي غير نفسهم. دونك لا ميكس تيب لينيرجي سيتي ان بروجي اللي فكرنا نديرو جوست ابري موازين في 2011 بدينا في 2011 نيش الكتاب اللي خرج في الصيف ديال 2012 سان بروجي اللي سافرناه على قبلو باش نديروه حيت اسفين ما كانش فيها فين نقدروا نشدلو فين كان نسافروا باش نكتشفوا نديو شويه داك التماك نتلاقاو مع الدراري او مع الناس اللي عندهم بليد اكسبيريونس كنو دارت واحد لو سوكسي بارابور ديك لوكيشن بارابور الراب المغربي في ديك لوكيشن مي ما كانش داكشي اللي كنا زعما ما دارتش داكشي اللي كنا مازال باغيين ندير ستيرو فغي ديماراج واخا بدينا شحال هادي لا ميكتيب ستيرو فغي ديماراج. وكيف ما قال الشوبي ميكس تيب لينيرجي كانت البدايه والستارت الحقيقيه ديال شايفين، علاش من بعد 4 سنين وبالتحديد في عام 2016 غادي يخرجوا لو بي 07 واللي كان بمثابه مشروع استكمال المسار ديالو من بعد ميكس تيب لينيرجي. الاسم ديال 07 ما جاش بالصدفه، اللي باغي ندمج الصاط باغي ندمج
بل كيرجع للرقم اللي مرتبط بالمدينه فين نجمعوا اسفي. هاد لو بي كان فيه 7 ديال التراكات وكل تراك يعكس مرحله معينه من النضج الفني ديالو، الرسائل اللي كيبغيو يوصلوها للشباب والصعوبات اللي كيعيشوها في الحياه اليوميه مع لمسه الطموح والامل اللي كيزيد يعطي الموسيقى ديالهم عمق خاص. نديرو شي حاجه خدمنا على الانفيزيون 7 راه كنظن بنادم راه سمعها. الانفيزيون 7 هي واحد الكونسيبت اللي فيه لا توش ديال شايفين دابا تمشي شايفين صافي راه دابا نورمال ممكن كتبطاشي الموسيقى بشي حاجه اللي الذكريات ديال كل عباد. دابا نورمال كتسمع هادشي، كتسمع الاغاني ديال شي في القدام بقى تفكر راسك بقى صغير وجالس كندور في المدينه بحال هكا تف 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 ام بي 3 ديال الخوادري كبير هازه وجالس كنتمزك فهمتي. عندي واحد البلاصه خصك تفوت، راه خاصك تفوت تمشي لك اللعيبه ترجع للدار بلا بها غيسلك لك خوك فهمتي. تولي في واحد المعمعه كنت زليته اوقات جميله. كما تعودنا سابقا الايجابيه في ردود الفعل كانت سريعه وواضحه. البوبليك كان كيشوف هذا لو بي التطور الفني، كان كيعجبهم الدمج بين الايقاع العصري والكلمات الواقعيه وحتى نقطه الكليبات، حيت الاغلبيه كان كيلاحظ فرق التطور بين كليب واخر عند شايفين. الكليبات ديالكم شايفين كاليتي انكرويابل فريمون. ما كنا كنتخيلوا غادي نكونوا كنديروا كليبات بحال هكا. في الاول فاش اول مره كنفكروا نديروا كليب راه كنا وياك كنا كنقولوا ما يمكنش نديروا كليب كبار. مي مع الوقت بدينا اول مره درنا كليب قلنا علاش ما نحاولوش نديروا بحال ملي كتبغي دير شي حاجه وكديرها في راسك وبين عينيك كتقدر ديرها اي طريقه ممكن تقدر ديرها. وكذلك حتى نقطه النقاد اللي لاحظوا الفرق ما بين لينيرجي ولو بي الثاني، حيث الميكس تيب الاول كان بمثابه بدايه قويه مليئه بالطاقه، لو بي الثاني كان بمثابه تاكيد على الموهبه والنضج الفني ديال شايفين، كيبين انهم قادرين يطوروا الصوت ديالهم ويقدموا موسيقى تستمر في الذاكره. من لو بي 07 والبيرفورمانس ديالهم في بالرجل تستمر في الذاكره الدراري. زعما لك سمعتي لهم في ديك الوقيته وابارت ديك الوقيته تسمع لهم دابا الصا دوك الاغاني زعما تسمع لهم دابا وخدو يعجبوك الله دي كابتشاب فهمتي. باقي شادين في راسنا بولفارد اللي كلشي كان حافظ التراكات ديالها اللي رساله واضحه ومؤثره بلا ما يحتاجوا الالبوم رسمي. قدروا يفرضوا اسلوبهم الخاص وانهم ماشي مجرد موضه ودايزه، حاجه اللي خلات تاثيرهم يوصل للمستمعين خارج المغرب، خصوصا بلي كولاب بحال البوم سفر باينار. انا كنعرفوا ساكنين في الميريكان في البلوز جاز، ولكن هما ما كيعرفوش شنو عندنا حنا هنايا الموسيقى المغربيه، ما كيعرفوش الموسيقى العربيه، ما كيعرفوش بزاف د الحوايج. دونك حنا قدرنا نحاولوا نخلقوا واحد اللعيبه جديده اللي يقدروا يدخل بهذا تعطي واحد لاطوش جديده للراب في العالم. دابا فيه دي كولابوراسيون مزيانين حنا خدمنا فيه حيت بغينا نخدموا مع الدراري عندهم واحد فيزيون زوينه اللي تي وورد وايد البوم اللي غيديرونا صافا. وكاين واحد لافوز كاينه في المغرب سي كافاج. وهكذا كل تراك في 07 ما كانش مجرد اغنيه، ولكن جزء من مسار طويل ديال الابداع والالتزام الفني. ولكن ما باي بيجا الاديشن الدراري على الاسف بالرغم من الطاق ديال غيبقاو جوج هو الدراري سكواد، دليل انهم غادي يبقاو داك البيت الضربيه في عيني يا بيج اب الدراري الاديشن راه ما يمكنش. حلاوه مجتمعين على كلمه تلاحم واللي تقالت اليوم مع البدايه. للاسف وحنا جايين غادي نبداو نخرجوا شي بلانات اللي غادي يكونوا الاسباب الرئيسيه باش يتفارقوا هاد الجروب، رغم مثلا من التصريحات ديال الروابه اللي في الطوب ديال الايسبرغ ملي كتذكر شايفين. صافي بليزير الدراري زوينين وخدامين فهمتيني ما كيهضروش بزاف كيخدموا كيقولوا مزيان ما بين الناس اللي كيغنوني. انا كيما زعلنا بزاف حيت من الاولين اللي عطا قيمه داكشي اللي كنديرو اصلا جوست فالور باسكو كاين جاو بزاف د الروابا مغاربه انت عارف جاو بزاف د الروابا مغاربه من برا وما عطاوش قيمه داكشي اللي كنديرو بغاو ياخذوه بلا ما يعترفوا. ومع مرور الوقت بداو كيبانوا العلامات ديال الانفصال في مسار شايفين، خصوصا من بعد الدوكيومونتير والوثائق ديال دوزيام اللي بين وضح هادشي قدام الكاميرا. باش نقول لك حتى شكون هو السمور هو واحد السيد اللي فاش كنريح انا مع بلاد المحترم في المايسكيل سمور كيدير تسكوش كيبغيش يبان شي ديما يقول لك انا مايك الجروب انا اللي جابه بالعربيه اذا درتي انا ما تدخلش ليه في صحتي. دونك جو سايتي قال لي راه خدت لي نوتيفيكاسيون في مورا كيتي الجروب ياك ما دارتو ياك ما ساليتوها بمره ياك ما هذا سي نورمال. وانا دابا جاي ترونكيل السمول خاصو يحاول يدير شي حاجه. حتى من الجهه ديال السمول اللي عبر وقال بلي دابا الامور تبدلات وكبروا داون فور الدراري داون فور ونعائل وداك الجهد وديك الباسي ولا كان كيعطيها من 19 عام ما بقاتش. سمول اكس ما عندوش مشكل مع الشغل، ولكن عبد الصمد عنده مشكل مع شوعيب حكيم. لو بروبليم تاع شوعيب
انه هو ملي كيجي كيناقش معاك شي موضوع في دماغه كيوجد راسو بسيكولوجيكمون انه هو جاي يتحارب واحد الحرب اللي ما كايناش اصلا، خاصو يربح فيها سوا غلط سوا ما غلط، خاصو يبروفي لك بلي انا عندي الحق باش انني نفورسيك انك تقبل لي ديسيزيون ديالي. انا يا خويا انا راه عندي عقلي وكنفكر ونسعى من حاجه اصلا يعني ليزا حضارات فلاش خويا على ترى هي واحد ستار جصات اللي كبرنا ما بقينا الصور الاسام. انا دابا عندي 26 عام و 27 عام، عندي وليداتي، كنشوف انا مستقبل ولادي ما غاديش نريسكي بها العزاب. شايفين هادشي ضربناه كامل اللي تعذبنا عليه، راه ما غاديش حنا نلوحوه بحال هاد المرحلة كتعكس صعوبة الحفاظ على التوازن بين الطموح الفردي ومتطلبات المشاركة ديال الثنائي، الحاجة اللي كتبان في قلة المشاريع والتأخير في الإصدارات الجديدة رغم استمرار الاهتمام الجماهيري الكبير، ويخليو مع الأسف آخر تراك في 2020. ولكن في ديك الوقيته كلشي كان كيربط ما عجبنيش كون واجد بزاف الدراري الروج، ما عجبنيش بزاف. الاحداث من الوثائقي حتى الوقفه ديالهم في 2020 كيطرحوا بزاف ديال التساؤلات اللي ما لقاوش ليها اجابات. حتى غادي نصدموا بالسمول اكس غادي خارج من الجروب وبدا الكارير ديالو سولو باول تراك في القناه ديالو. ايضا الشوبي اللي غادي لونسي كذلك تراك فيتورينغ مع مات في 2020. وفي هاد لي تراك كاين بزاف ديال الدقان من السمول للشوبي، سواء في التراك الاول دراغون ولا حتى في الكليب ديال اكس اكس ال. باش اللي بتقولوا بلا ما تالف فينا قصه بلا ما تقطعوش في الهضره غير بالدارجه، باش اللي نديروا سوغور نقدروا نعيشوا في اي دور ونخليو اللي ما راه كيزوروا وما نخافوا حتى شي زاد. حتى 2023 فين الشوبي غادي لونسي تراك باور اللي كان مع كالرز، ويلونسي الالبوم الاول ديالو اللي ايضا كانوا فيه دي بونش على الصوت. وفي هاد البيريود اللي سمول اكس كان داخل في بيف مع بوز فلو غادي يخصص تراك اللي كانت فيه حوالي 5 ديال الدقائق غادي يجاوب على كاع داكشي اللي كان داير في الانترنت وخرج للشوبي بالاسم. باش خرج عاوتاني مع ديك الانترفيو مع الراو عاوتاني سنين مع الجروب حطيت فيها دم جوفي، ما كاينش اللي كيعرف في العالم اكثر مني شكون شوبي. داك الجروب ما طلعش البعد بجوجنا، كنا فتحوا فيه نهار حرق اول مره في حياته معايا في الطوب. يعني من بعد هاد البيريود بشويه نقدروا نقولوا بلي الامور تكالمات. بل السمول في 2022 كان صرح على الانفصال ديال شايفين وما بغاش يدخل في لي ديتا. غادي نوصلوا لتاريخ 17/7/2024 التاريخ اللي تبوستا فيه ستريم مع الشوبي اللي كانت فيه اكثر من 3 ديال السوايع، فريمون كنحرك الراب المغربي ديال بصح. في هاد ستريم قلت فيه بزاف ديال البلانات على شايفين والجروب ديال ود الدراري سكواد. دابا كنقول لك الثاني ماشي كنقول منهم ولا شي حاجه، ها كنقول لك كيفاش طلعت مشاكل. دونك شنو طرا واحد الوقيته تصاوب واحد الجو ديال الاخر ما عنده مشكل معايا المناجر، الثاني عنده مشكل حتى هو ما بغاش غير نعاونوه في ذاك البروجي، بغا حتى هو يدخل فيه ويتسمى حتى هو طلع. لا واحد الوقيته تصاحبوا كاملين، واش فهمتي كنقول لك تصاحبوا كاملين. السمول كان كيقول لي الثاني ما خصوش يرجع معانا، ما عادش خاصمو مشى تصور معاه في الطوموبيل. واش فهمتي ديك اللعبه ديال كيفاش انا ماشي انا اللي ضدك، هو اللي كان ضد. كنا فوق الدريس كود كنقولوا كاملين ما يدخلش معنا الثاني، ما يرجعش معاه كامل. وهادشي اللي غادي يصدم البوبليك ديال بصح وبين واحد الفيزيون اللي ما روينه كاينش باينه بالمره. وخرج من بعد الطاني وحكيم اللي جاوبوا على الهضره ديال الشو، حتى السمول اكس اللي غادي يبوستي واحد ستوري في الباج انستغرام ديالو. السلام عليكم البوبليك اللي شايفين هذا الفيديو ليكم بالخصوص، حنت باقي في الخدمه ما ساليناش. البوبليك اللي شايفين اللي كنحترموا بزاف ولا على ودونا فاش خرجت من شايفين، ما بغيتش نقول لي ديتاي علاش خرجت من شايفين باش نحافظ على المكانه ديال الجروب وعلى الصنع ديال الجروب. واستغربت باللي كنسمع الشوبي كيقول فمو اللي انا خرجت من شايفين حيتاش حاكم القضيه ديالي. حشومه تكذب هاد الكذبه، حشومه تقدر تقول اللي بغيتي اللي تكذب هاد الكذبه هذه حشومه. علاش ما نخرج نقول الحقيقه في الانترفيو عكس داك الشيء وبالتالي راسك. ولكن السؤال اللي كيبقى في بال بزاف ديال الناس، واش ممكن شايفين يرجعوا؟ الحقيقه ما كايناش اجابه واحده لهذا السؤال، حيت تكون ما كنظنش الساط يرجعوا مورا هاد الروينه ومورا المعيور ومورا فهمتي، كل واحد كيبقى يجبد في الاخر كذا فهمتي. شيخه بحال هاد الورقه هادي فهمتي تقسمات ما يمكنش ترجع. الانفصال عنده الاسباب الخاصه ديالو، الا كان السبب مجرد سوء تفاهم ولا اختلاف بسيط في الفيزي فيقدر كلشي يكون قابل للصلح، خصوصا من يلاحظ البوبليك انهم كيلايكيو دي بوست اللي كيهضروا على بعضياتهم. ولكن اذا كانت الخلافات عميقه مثلا طموحات مختلفه بزاف ولا حتى الغياب ديال الثقه، للاسف في هذه الحاله الاحتماليه ديال الرجوع ديالهم كتكون طايحه ديال بصح. وحتى الشوبي اللي كنهضر على هذه القضيه قبل في واحد الانترفيو تا والسمول شنو غادي يوقع؟ ما يوقع والو، غاداكرو ترونكيل. جو بونس كو جي با انفي كاع je pourrais être sérieux. J'ai pris 3 ans باش نبني des trucs et j'ai pas envie نعاود نرجع لداكشي القديم. Et l'expérience m'a donné une bonne leçon de من البدايه البسيطه لنجاحات كبيره حتى الخلاف والانفصال. القصه ديال شايفين كانت رحله فيها بزاف ديال الدروس. اللي كان بروج ولا زعما نو شي دون شوبي مسكنا فهمت كيمزك ولكن زعما
ما جانيش نرجع بنفس النيفو ديال شحال هادي فهمت. مثلا غير في البولفار مات بيرفورما احسن من الشوبي من وجهة النظر ديالي، بيرفورما احسن من الشوبي بزاف الصراحه، بزاف بزاف بزاف. في البولفار مؤخرا شفنا كيفاش الثنائي يقدر يبدل الوجه ديال الراب المغربي ويكون اسلوب خاص، وخلى الناس تحس ان الراب ماشي غير موسيقى بل طاقه ورساله، ولكن حتى اقوى العلاقات كتوصل للحظه ديال كاع الحب لشيفين، كاع الحب التوقع اللي كتخليك تسول واش كانت النهايه ولا غير فصل من القصه. الرجوع كان من احسن الجروبات. بعدين تقول لك فناير باش خليونا نخطر هذا شنو هي فناير اصاحبي، جاو من الراب باش جا فناير الراب اصلا. Fuck you يا قلت لكم ما تفيقونيش، قلت لكم غندوزو في كلشي وما كتيقونيش، فرق هذا 100 ميجا طون تا غير شاطا بالميش.